عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. لو دي اول مرة تشوفوني فمعاكم نورهان، رابعة جامعة، هتخرج ان شاء الله السنة دي. في فيديو النهاردة جاي اتكلم معاكم شوية عن موضوع ازاي نعمل صحاب في الجامعة، فتقدروا تقولوا ان دي خلاصة تجربة 3 سنين. بالنصايح دي ان شاء الله تقدروا ان انتوا يبقى عندكم علاقة صداقة او تقدروا تعملوا صحاب في الجامعة مش توكسيك، تبقوا واعيين فيها، تبقوا عارفين هل العلاقة ديت بتمدكم بالطاقة ولا بتستنزفكم وكل الحاجات دي. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، تتابعوني عندي على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. اوكي، غيرت المكان علشان مش عارفة اروح من الشمس فين، كل ما امشي في حتة تيجي وبعدين الموضوع بيبقى مؤذي قوي في التصوير. اتمنى لكم بجد من كل قلبي سنة جامعية هادية عليكم وظريفة. المهم نرجع لمرجعنا والعنوان الأصلي بتاعنا اللي هو ازاي نعمل صحاب في الجامعة. وموضوع صحاب ان احنا نعمل صحاب من اول شهر في الجامعة ده غريب شوية. انتوا في الاول وانتوا رايحين الجامعة انتوا ما تعرفوش حد ولا حد يعرفكم، فبالتالي اول اسبوع اول اسبوعين الناس بتتلم مع بعض، بتتفكك في شلات، بتتعمل في شلات، بتفضل ناس بتسيب، ناس بتروح، ناس بتيجي، فاحنا مش صحاب. الاشخاص اللي هتتعرفوا عليهم في الاول هما زملائكم مش اصحابكم. انتوا كلكم هتبقوا زملاء سوا، حتى لو اخدنا ارقام بعض ولو عملنا ولو قعدنا في البنشات جنب بعض احنا برضو لسه زملاء. وبلاش نخاف ابدا من ان احنا نحط الكلمة الصحيحة في موضوعها الصحيح، لانه ده هيعمل لنا حدود امنة ومساحة امنة نقدر نتعامل فيها بكل اريحية. لانه مش البنت اللي انا هتعرف عليها النهارده وبكره وبعدين حتى لو انا خدت رقمها او كده هي دي بقت صاحبتي، هي دي اللي في وقت الازمه هتشدني، وهي دي وهي وهي وهي، وافضل اقول اشعار بعد اول شهر وانه انتي ومش عارفه ايه وكده والحاجات دي. فلما يبقى عندكم زملاء اتعرفتي على فلانه وتعرفت على فلانه وكده وبقينا والله هي دي مثلا الناس اللي انا عندي ارتياح مبدئي معاهم، خلاص بقى مفروض عليا ان انا افضل اتعامل معهم؟ لا خالص. انتوا عندكم فترة كبيرة تقدروا ان انتوا تتعاملوا فيها مع بعض، تشوفوا والله تفكيرنا، هل تفكيرنا نفس بعض، عندنا نفس الاهتمامات، عندنا لغة تواصل، فبالتالي هيبدأ يبقى عندنا رابطة من بعض الاشياء المشتركة اللي هتحدد بعدين اذا العلاقة دي هتبقى زمالة في حدود الجامعة وهتنتهي مع انتهاء الجامعة ولا لا، احنا عايزين ان العلاقة دي تفضل موجودة. فكل ده هيتحدد بس مش من اول شهر. وحابة افكركم تاني انه دي ستيب بالنسبة لي رائعة، ان انتوا يبقى عندكم صبر في المواضيع دي. ومن وجهة نظري الصبر والوعي في العلاقات بيخليها صحية اكتر، لانه بالنسبة لي احيانا العلاقات المتسرعة برضو بتنتهي بنفس سرعة بدايتها، دي حاجة أنا ما بحبهاش. ممكن معايا أنا تبقى كده، مع غيري ما تبقاش كده، كل واحد على حسب تجربته. خدوا وقتكم وحددوا بعناية الناس اللي انتوا هتصاحبوها، لأنه فعلا الصاحب ساحب. لأن الجامعة كمان مجتمع مفتوح، فانتوا هتلاقوا فيها الناس اللي شبهكم والناس اللي ضدكم والناس اللي معاكم والناس اللي عليكم. وكونكم ناس واعيين لمبادئكم، للي انتوا تربيتوا عليه، للحاجات اللي انتوا بتحبوها، للحاجات اللي انتوا ما بتحبوهاش، لطريقة التعامل في العلاقات، ده هيخليكم فعلا انكم تعرفوا تختاروا اشخاص هتقدروا تتعاملوا معاهم وتتواصلوا معاهم، تتلقوا المعاملة اللي انتوا عايزينها وهم كمان يتلقوا المعاملة اللي هم عايزينها، وتبقى علاقة بتدي ما بتاخدش بس. فما تخلوش دايما الهدف بتاعكم في الجامعة ان انتوا داخلين عايزين تعملوا شلة، انا عايز اعمل شلة باي طريقة، حلوة بقى وحشة انا ما يهمنيش، انا عايز يبقى عندي شلة زي ما اصحابي التانيين عملوا شلل. وده غلط، انت كده بتحط على نفسك بريشر انت مش محتاجه ولا انت كمان محتاجاه. 2 3 حقيقيين وعارفة تتعاملي معاهم وتتكلمي معاهم احسن بكتير جدا من 5 6 مش عارفة حتى تقولي رأيك ولا حاسة بارتياح. ونقطة كمان مهمة جدا، انك ما تخليش خوفك من كونك تبقى لوحدك انك تعمل او تمشي مع ناس وخلاص، او ما عندكش لغة تواصل معاهم وحاسس دايما بالغربة وانت قاعد حتى في وسطهم. نقطة كمان مهمة ان احنا فعلا نحاول نبعد عن الحوارات بأي شكل من الاشكال، والناس اللي بتحكم عليك كمان ابعد عنهم، وانت كمان ما تحكمش على حد. ومش مهم انك تصاحب ناس نسخ منك او نسخ منك، المهم انك تصاحب ناس شبهك بيحترموا رأيك وبتحترموا الاختلافات حتى في الرأي.
وما تبقوش قاعدين في قاعدة انا عايز اطلع رأيك انت اللي غلطان، لا انا عايز اطلع رأيك غلط وتقولي والله نورهان رأيها صح. لا، مهم انكم تبقوا بتحترموا اختلافات بعض ومحدش يفرض رأيه على التاني. حاجة كمان مهمة جدا وهي اننا نقلل سقف توقعاتنا، علشان لما السقف ده يقع ما يبططناش، نبقى احنا حاطين أسوأ الاحتمالات. اتمنى اني اكون كفيت ووفيت الموضوع، ولو عندكم اي تعديل او اي اقتراح تحت او اي تجديد عن الكلام ده او تعليق على كلامي بليز اكتبولي تحت في الكومنتس. هحب اقرأ تعليقاتكم جدا واعرف رأيكم في الموضوع ده. اشوفكم الفيديو اللي جاي، مع السلامة.